الخلافات الزوجية أسبابها وليه أغلب البيوت أساسا فيها مشاكل زوجية. الحقيقة لما قعدت فكرت كتير قوي في الموضوع دوت لقيت إن السبب الأساسي إن كل واحد بيكون عنده متطلبات أو محتاج أمور معينة في حياته، والمفروض إن الطرف التاني هو اللي هيلبيها له. فبيبدأ الاختيار في البداية بيكون على هذا الأساس، أنا محتاج حاجات معينة أو عندي متطلبات أو احتياجات معينة، فأنا مستني الطرف التاني دوت هو اللي هيديها لي. طيب الطرف التاني برضو نفس القصة، تيجي تحصل الجواز، نبتدي بقى ان احنا بقى انا منتظر بقى، انا اهو خلاص بقى حصل الجواز بقى، عايز بقى الحاجات اللي انا عايزها دي. فيبدا ايه اللي يحصل؟ ملاقيش الحاجات اللي انا عايزها ديت، او ملاقيهاش بالصوره اللي انا محتاجها. فيبدا هنا يحصل مشاكل. ليه؟ انا شايف ان انا ما وصلتش اللي انا عايزه، انا ما حققتش حاجه. فنبدا بعد كده نخش بقى في قصص اللي هو انت ما بقتش بتحبني زي الاول، انت مش مهتميه بيا زي الاول، الردود اللي احنا فاهمينها دي. طيب الموضوع ده كله هيتحل في ايه؟ حله بمنتهى البساطه. لازم في الاول نكون واضحين جدا مع نفسنا، متفهمين ان الحياه الزوجيه هي حياه تبادل عطاء. يعني بالبلد كده هي حياه مصلحه، ولكن مش المصلحه اللي هي المطلقه اللي احنا يعني فاهمينها مثلا في البيزنس او كده. لا، هي مصلحه، ولكن ربنا سبحانه وتعالى جعل فيها موده ورحمه، عشان خاطر اللي هو يبقى كل واحد فينا بيحس بالتاني، بيلتمس له العذر، الامور دي كلها. ولكن هو في النهايه هي مصلحه متبادله. انت هتديني، انا هديلك. يعني في حقوق وفي واجبات. مفيش حاجه اسمها ان انت عليك كل الحقوق او عليك كل الواجبات، لا مفيش حاجه اسمها كده. هو فبالتالي لو انا النهارده شفت اللي قدامي ده هو ايه هي حقوقه، وهو عايزها بانهي صوره، وتبقى شكلها عامل ازاي، فبالتالي انا كمان هاخد اللي انا عايزه بنفس الوضع. ما انا خلاص انا بديك اللي انت عايزه بالصوره اللي انت عايزها، فاديلي انت كمان بقى اللي انا عايزه بالصوره برضو اللي انا عايزها. مش تديلي اللي انا عايزه بالصوره اللي انت حاببها. يعني فكره ايه؟ في حد تلاقيه مثلا انت النهارده مثلا كزوج، مثلا يعني هنفترض ان انت محتاج تاكل، محتاج علاقه، فتلاقي الزوجه بتديلك الامور دي بس بالصوره اللي هي عايزاها، مش بالصوره اللي انت عايزها. فبالتالي تبدا تخش في قصه تانية، اللي هو ايه ده؟ انا مش هي دي الصوره اللي انا عايزها. فبالتالي تبدا ان انت كمان ما تديهاش اللي هي عايزاه بالصوره اللي هي محتاجاه. نبدا يفضل في نزاع، وفي الاخر الزوج يقول لك والله انا بديله اللي هو عايزه، هو انا ما اعرفش هو في ايه. ايوه، ما هو ماشي، هو ما خدش اللي هو عايزه بالصوره اللي هو شايفها. فدي نقطه مهمه جدا، ان الموضوع مش علاقه روتينيه، او هي مش حياه واحد زائد واحد وخلاص على كده. لا، احنا النهارده في انا والله محتاج الحاجه دي بالصوره الفلانيه. كل لما انا هدي للي قدامي اللي هو عايزه بالصورة اللي هو حاببها، بالتالي هلاقي منه رد فعل اللي هو يرضيني. لكن ان انا ابقى بدي بالصورة اللي انا شايفها، ما انتظرش بقى ان انا كمان اخد اللي انا عايزه بالصورة اللي انا عايزها. لا، ما انا برضو بقى اللي قدامي ده هيديني اللي انا عايزه بالصورة اللي هو شايفها. فهو الموضوع ببساطة كل واحد يشوف هو محتاج ايه، ومحتاج يعني بأي صورة أو بأي شكل، ويبدأ يوضح للتاني، بحيث يبقى الأمور هنا ماشية بشكل فيه سلاسة، وفي يعني يعني في حياة أفضل بكتير. لكن هنقعد قصة اللي هو لا والله هو ده اللي عندي، وإذا كان عاجبك أهلا وسهلا، مش عاجبك خلاص. طب ما احنا هنوصل برضه في الآخر، يعني هنوصل برضه لحيطة سد. جرب إن أنا النهاردة أعمل، يعني الزوج مثلا أو الزوج يعمل لزوجته، والزوجة تعمل لزوجها الحاجات اللي هو محتاجها والصوره اللي هو عايزها. هتيجي تقولي لا اصل انا في حاجات مش حاببها، او في حاجات انا مش عايزها ومش عايزها بالصوره دي. على فكره هي الحياه اصلا كده كده كل شيء فيها مش بيتم بشكل احنا حابينه، او بالشكل اللي هو انت عايش. انت النهارده مثلا انت مش حابب تروح الشغل، بس بتروحه ليه؟ عشان خاطر في حاجات تانية انت محتاج لها، فبتضطر تتحمل قرف الشغل ده هو عشان خاطر الامور التانية ده هي. انا النهارده هقف في المطبخ، انا مش حابب وقفه المطبخ، او مش حابب وقفه المطبخ، ولكن انا بقف فيه عشان في النهايه انا محتاج احضر اكل، انا برضو محتاج. مفيش حاجة بتتم بالصورة اللي هي ايه، اللي هي اللذيذة اللي انا متقبلها من جميع النواحي. لا، انا لازم ان انا بتنازل في بعض امور، بضحي في بعض امور، بغير فكري او يعني رغباتي في بعض امور، عشان خاطر نوصل للحياة اللي هي السليمة باكبر نسبة ممكنة. لكن انا عايز ان انا اعمل كل اللي انا عايزه بالصورة اللي انا عايزها، ويتعمل لي كل اللي انا عايزه بالصورة برضو اللي انا عايزها، لا ده كده بقى، دي هي دي بقى الانانية فعلا.
غير كده لأ. وطبعًا كلّه في النهاية يبقى تحت يعني ما دام كل الأمور كلّها في الآخر تحت الحلال والمشروع والمقبول، فخلاص الدنيا ما فيش أي مشكلة، يعني لازم أبقى أنا أغيّر تفكيري.